احنا طبعا معانا على الهوا دي مداخلة مع الشيخ فضيلة الشيخ الأستاذ عصام تليمة. الشيخ عصام تليمة عنده حاجتين الحقيقة، هو شيخ أزهري راجل عالم ومتحدث لابق، لكن كمان هو له في التاريخ، هو أرخ كثيرا من الكتب والأحداث والوقائع في الإخوان المسلمين. والحقيقة قبل الحلقة دردشت معاه، هو الشيخ سيد كان مكفراتي؟ يمكن يكون في حاجة كده ولا كده، كان له وجهة نظر، فاستأذنته ان هو يكون معانا. هل الشيخ عصام موجود معانا؟ اهلا بيك يا شيخ عصام. يا مرحبا دكتور حمزة، مرحبا بكم في الأمر. ربنا يكرمك. الشيخ سيد بعض الناس، انا يمكن جبت لهم شهادة المفتي انه الراجل ده يعني يكتب كتابة راقية عالية لا يفقهها اخرون، لكن بعض يعني الاشخاص الذين يريدون تشويه الشيخ سيد عليه رحمة الله بيقولوا انه كان مكفراتي. ما رأيك في هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أنا أنقل الآن شهادة تنقل لأول مرة، وأنقلها لعل لا أدري، الإنسان لا يدري، الأعمار بيد الله، وأرى أنها أمانة في عنقي تجاه الشهيد سيد قطب رحمه الله. أذكر في سنة 90 أو 89 وأنا طالب في الثانوي، كان كثير من شباب الخطباء لا يحب أن يذهب إلى المساجد التي فيها الأرياف أو البدو، فجاء نصيبي حظي أخطب تبع الجمعية الشرعية في أوسين في بلدتنا، في قرية بجوارنا تسمى عزبة غضان. وذهبت، كان فيها رجل معروف رحمه الله، كان رجل اختتم حياته بالفضل، لكن كان أيام عبد الناصر قاتل محترف وأخذ أراضي من الدولة، وعائلة معروفة اسمها عائلة علوة. فذهبت وخطبت الجمعة، فوجئت برجل كبير ومصر يحتضنني ودعاني إلى الغداء في بيته. فسألته يعني عن الحاج، أنا أعرف طبعا تاريخه، من علمك الصلاة؟ السؤال ده لا أعرف الإجابة يعني. فقال لي واحد اسمه سيد، اسمه الشيخ سيد قطب. أنا وجدت نفسي أمام كنز لا يعرفه أحد، وكان هو رفيق آخر كام شهر مع الأستاذ سيد قطب، سريره أبال سريره بالضبط. فقول له طب أنت كنت مسجون في إيه؟ قال لي أتل قتل. أنت أتل قتل كنت مسجون مع الأستاذ سيد قطب؟ قال لي نعم. ففي يوم من الأيام حينما تبادر إلى بعض الناس فكرة أن الأستاذ سيد قطب يكفر، ذهب إليه الأستاذ عمر التلمساني وعدد من الإخوان في السجن. وحكى لي الجزء ده، والاستاذ محمد قطب رحمه الله اكمل لي الروايه، فانا بروي الروايه الان بالطرفين. فالاستاذ سيد قطب قال له طيب لحظه، فنادى عليه قال له يا خليل، قال له نعم يا شيخ سيد، قال له تعالى اتفضل. قال له لو واحد مسلم سب لك الدين تعمل ايه؟ قال له ايه؟ اسب له دين ودين ابوه. قال له طيب ولو واحد مسيحي سب لك الدين؟ قال له اقطع رقبته. قال له توكل انت على الله يا خليل. فقول له انا سمعت طرف الكلام، فبيقول لهم اذا كان هذا الرجل الامي البسيط يفرق بين المسلم العاصي والكافر الاصلي افيعجز سيد قطب؟ اذا لقد حملت بضاعتي على حمار اعرج. دلالة على انه يقرا ولا يفهم هذا الكلام. والاستاذ محمد قطب رحمه الله قال نعم انا احد شهود هذه الحادثه واكمل. وفعلا اكمل يعني هذا الرجل رحمه الله الحاج خليل، اكمل له تفاصيل في تعليم الشيخ سيد رحمه الله، وودعوا له تفاصيل كثيره جدا. فقضيه ان الشيخ قطب يكفر، انا هنقل ايضا من رساله خاصه ارسلها الى اخته بعنوان افراح الروح، هي ده العنوان الاخير لها، لكنها كانت مقال سنه 59 نشرت في مجله الفكر